بابا بابا يا بابا بقى رد. ايه يا ولد؟ بابا انت ليه مش بتخليني يا بابا ادخل السباق بتاع العربيات؟ انا بشوف متسابقين كتير قوي في التلفزيون يا بابا بيتسابقوا. اشمعنى انا ليه مش بتسابق يا بابا؟ انا عايز ابقى متسابق زيهم. انا عندي القدره يا بابا، انا بعرف اسوق، انا مبرور المرايه يا بابا، بعرف اسوق. انا عايز ابقى متسابق. لا يا ولد، مستحيل تبقى متسابق. لا يا بابا، انا عايز ابقى متسابق، ماليش دعوه. انا اصلا والله العظيم يا بابا انا عندي القدره. انا لازم ابقى متسابق، وانا هقدم في مدرسه المتسابقين. ولد انا قلت لا، وانا مش هسمع كلامك. يبقى هتضطرب لما ما سمعتش كلامي. يوه، مش كل حاجه بقى لازم اسمع كلامك فيها بقى يا بابا بقى. طب قولي سبب واحد يا بابا، سبب واحد يخليني ما ادخلش المدرسه. قولي سبب واحد ويكون مقنع. قولي. انا يا ولد هقولك السبب مقنع. السبب المقنع ان انا فقراء، وانت لو دخلت المدرسه انا مش عارفه ادفع لك. مالكش دعوه يا بابا، خليها عليا، خلي حوار الفلوس ده عليا. هتعمل ايه؟ انا ان شاء الله يا بابا انا عارف ادخل. ولد انا مش هخليك تدخل مدرسه التعليم، ماشي؟ بس انا عايز اتعلم. انا برضه ليا حق ان انا ابقى متسابق. روح اتفرج على المتسابقين. ماشي بابا، ماشي. انا عارف انك برضه هتعمل كده، لكن انا حلمي وهدفي اني اكون متسابق. سلام يا بابا، سلام. ورينا تبقى متسابق ازاي. مش انت حلمك انك تكون متسابق؟ بكره انا الكلام ده، بكره الكلام المحبط ده. كل يوم بابا بيفضل يقول لي ان انا عمري ما هبقى متسابق، علشان انا فقير فقير فقير. مش كل حاجه بالفقر، مش كل حاجه بالغناء وكده. لا، المفروض اللي عنده إرادة واللي قادر يعملها. أنا لازم أبقى متسابق قوي. لازم يا جماعة أبقى متسابق قوي. لازم أدور على أي حاجة تساعدني إن أنا أبقى متسابق. لازم. أنا متأكد في حاجات كتير جدا تساعدني إن أنا أكون متسابق، وأنا في إيدي الإرادة، لكن أنا مش عارف أعملها. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا زهقت. ألو يا بابا، عايز إيه؟ ولد بقول لك ارجع البيت ثانية. انا بقول لك يا بابا مش ارجع البيت. ولد بقول لك ارجع البيت والا هتتأذي. ولد اوعى تكون بعدت عن البيت، اوعى تكون يا ولد بعدت عن البيت. ارجع تاني، خلاص انا فكرت في الحوار. ماشي يا بابا، كويس انك فكرت في الحوار. ايوه يا ولد فكرت في الحوار، وانا عرفت انا هعمل لك ايه. ماشي يا بابا، انا عارف انت ان شاء الله يا بابا تكون لقيت لي حل. لازم ابدا. ايه يا بابا؟ كنت عايز نرجع ليه؟ عشان عايز اقول لك ان انا خلاص عرفت الحل. وايه هو بقى يا بابا؟ يطلع الحل يا ولد ان انا هوريك المكان اللي انت تستحقه. تعال ورايا، وراك نشوف اخرتك. تعال عايز اوريك حاجه. نروح نشوف يا بابا انت هتعمل معانا ايه. ادخل ورا الجراج. حاضر يا بابا. في ايه في الجراج؟ في ايه في الجراج يا بابا؟ يحتاج كده في ايه؟ انا هقول لك ولا في ايه في الجراج. شيل كده ده يا ولد، شيله. حاضر يا بابا، انا هشيل ده. شلت كل. ايه ده يا بابا؟ دي عربية انا هديها لك تتسابق بيها. واو، شكرا بجد يا بابا، انت احسن اب في الدنيا. الكلام ده انا عارفه، بس مش مهم يا ولد. انا هديها لك يا ولد تتسابق بيها وتدخل سباق، بس اوعى تبوظها عشان العربية دي اصلا هي جواها السرعة. العربية دي جدك يا ولد كان سايبها لنا. انا هديها لك بس عشان السباقات. شكرا يا بابا، شكرا بجد. يلا بابا انا هروح اركبها. سلام. بابا سمع كلامي واداني عربية. هي يعني عربية معفنة شوية، لكن احسن من مفيش يا جماعة. العربية 10 دقايق كمان مش عارف اغرقها.
يا جماعة عربية عشان مفيش. ايه ده؟ صوت الموتور طالع منها؟ واو شكلها حلوة. لازم بقى، انا كان معايا الموتوسيكل بتاعي هروح اعطيها عند حد يعملها، اشتغل شوية يعني، اصل ما هي كده. نروح بالعربية عند الراجل بتاع العربيات يشتغلنا. لا في ناس كتير في الشارع. انا عارف مين اللي هيصلح العربية دي. هو عم رفعت. لازم اروح له عشان اودي العربية دي عشان يصلحها. عم رفعت اهو. ازيك يا عم رفعت؟ ازيك يا ولد؟ عامل ايه؟ كويس يا عم رفعت. ينفع تصلح العربية دي؟ اوه، عايز فيه ايه بس بيتعمل؟ تعالى طلعها لي هنا. حاضر يا عم رفعت. لو اقولك تدخلها هناك. حاضر يا عم رفعت. دخلوا العربية في المكان اللي هو طلعه. عايز في العربية يا ولد. بص يا عم، انا عايزك تركب لها تربو، بس يكون تربو صغير يعني. استاش 3 استاش 2 ولا ايه؟ استاش 2. وعايز السرعة تبقى على كام؟ عايزها تبقى على 60 يا عم عشان اعرف اتسابق بيها. طيب الحساب كام؟ طيب يا ولد اعملها لك. ماشي يا عم رفعت. الحساب كام بقى؟ الحساب مش غالي، 500 جنيه. 500 جنيه. ماشي يا عم اعملها وانا اديك. سلام يا عم رفعت. ليه 500 جنيه؟ 500 جنيه على ايه؟ ما هو اللي يعملها. انا مش معايا غير هما 100 جنيه بس. انا مش معايا غير هادي 100 جنيه بس. 100 جنيه ايوه. هو عايز بقى 500 جنيه. انا بفكر ارجع اقول على حاجه. يا رب بس ما كنتش بدأ الشغل فيها. نلعب بس نرجع. نروح نشوف عمو رفعت. عمو رفعت. ايه يا ولد؟ هو انت بدأت تشغل في العربية؟ لا لسه كنت ببدأ اهو. كنت كده عطلتني. عايز ايه؟ هو انا ينفع اعملها لك بلاست على 5 شهور؟ 5 شهور. طيب اعملها لي بلاست يا ولد على 5 شهور. شكرا يا عم رفعت بجد. اصل انا بص يا عم رفعت، انا مصروفي هو 100 جنيه، لكن انا هقسطهولك على 5 شهور بمقدم 200 جنيه. يعني انا هعملهولك على بالظبط 3 شهور 4 شهور. الشهر الاول مقدم 200 جنيه، والشهر التاني بقى لازم اروح اخد فلوس من بابايا. وصلت اهو البيت. نروح يلا نشوف بابا. بابا ايه ده؟ انت واقف هنا ليه يا بابا؟ كنت عارف انا هتيجي. انا عارف انت عملت فيها ايه. تعالى يا ولد. حاضر يا بابا. وديتها عند الميكانيكي صح؟ انت عم رافع تعملها، وانا مش قلتلك تاخدها كده يا بابا برضه، بس انا مش هعرف اعملها. مش هعرف اتسابق بيها كده. ماشي عموما عايز ايه؟ عايز منك 100 جنيه تانية. 100 جنيه تانية ليه؟ ما انت لسه واخد مصروفك اول امبارح. هي كل شويه خد ال100 جنيه دي، بس تيجي باخر 100 جنيه تاخدها، مش هتاخد مصروف لمدة الشهر الجاي. يا بليز عشان اعرف اصلح العربية. ما انت عارف ان انا هو المرتب بتاعي 300 جنيه بس مش اكتر. ماشي يا بابا. هتعرف تجيب ال100 جنيه اللي معاك التانية اكل وشرب؟ هحاول. ايه ده؟ الناس دي. معلش يا بابا انا اسف. لازم دلوقتي اروح عند الميكانيكي عشان نتصير مواد. انا عم رفعت. فين ولد برضه هتصور العربية؟ ايه ولد؟ هيتصور العربية؟ لا ايوه انا هصلحها. ما العربية دي يا استاذ رفعت. العجل بتاعها مسيب. طيب سيبها لي انا اعملها.
عم رفعت، تفضل يا عم رفعت المقدم. تفضل يا عم رفعت المقدم، ماشي. خلصت العربية. عايز إيه يا ولدي جاستن؟ انا كده عشان اديك المقدم. كده يا عم عشان اديك المقدم. طيب شكرا. يا عم خلصت العربية ولا لسه؟ والله لسه يا ولد. هروح اكملها دلوقتي. فاضلها بس حاجات بسيطة. طيب خليك انت مستني هنا، ماشي. انا هشتغل فيها دلوقتي. ولد جاستن يا حبيبي. نعم يا عم. خلصتها. ايوه يا جاستن، اهي غيرت لك اللون. اعطيتك المقدم. الله دلوقتي اديتني ورقة المقدم. يلا بسرعة نروح بابا دلوقتي. انت بقيت سريعة طلع. انت بقيت طلع. لازم بسرعة نروح لبابا البيت. البيت بعيد شوية لكن العربية سريعة اوي. لازم بسرعة نروح لبابا البيت. بس صليب يعني العربية سريعة جدا. لقيت بابا واقف مستنيني. بابا هاي سي. شفت بابا انا عملت إيه في العربية؟ شفت وعجبتني اوي. شفتها فين؟ شفتها وانت جاي. برافو. ان شاء الله يا بابا انا هدخل السباق. بابا ما عندكش لبس غير اللبس ده؟ ادخل بالسباق. للاسف يا ولد لا. طيب بص يا ولد، انا هديك اخر 100 جنيه معايا. بص بقى، احاول اشتري لك لبس. ايوه يا بابا في لبس سباق لسه معروض ب50، وانا هديك 50 جنيه التانيين علشان تعرف يعني تجيب لنا اكل. ماشي. يلا خد يا ولد الفلوس. شكرا يا بابا. يلا سلام. لازم بسرعة دلوقتي اروح اجيب لبس سباق. اه لازم اروح دلوقتي لمحل الملابس يجيب لي لبس سباق. يا رب بس بابا ما يزعلش مني من اللي بيحصل. عمال اخد منه فلوس كتير. وصلت لمحل الملابس. ازيك يا استاذ عامل ايه؟ عمو ما عندكش لبس سباق؟ عندي. عايزه يكون بكام؟ عندنا ب300 و100 ب50. عايزه ب50. طيب هتلاقيه هنا على اخر رف. هات الفلوس وانا ادخل قيسه. حاضر يا عم. اتفضل الفلوس. اتفضل يا عم الفلوس. شكرا. يلا ولا تروح قيسه. يا عم شكرا يا عم. لبس السباق ده قوي اوي. يلا ولد سلام. لازم دلوقتي اروح اوريه لبابا عشان بكره هيبقى عندي سباق قوي اوي. لازم اروح اوريه اللبس ده لبابا. اه بابا هناك اهو. شفت يا بابا اللبس؟ شفت يا ولد، كنت شايفه كنت جاي من بعيد. شاطر. يلا بكره عندك سباق. يا بابا انا انا ممكن اروح اصلا السباق النهارده. لا ولا تدخل نام مريح. وانت يا بابا؟ انا انا هروح انضف محل السوبر ماركت. ليه بابا مرة يعمل كده؟ لما ندخل ننام ونريح زي ما بابا قال. ولد حبيبي اصحى، مش عايز تقعد معاه شوية؟ انا جيت. يا بابا تعالى يا بابا نام جنبي. ماشي يا ولد. بابا بابا قال لي ان هو يقعد معايا وهو ننام قبليه. ننام انا كمان لحد بكره. انا لازم اصحى دلوقتي.
الساعة دلوقتي 5 الفجر، لازم اصحى عشان عبال لما اروح تكون الساعة صبحت. لازم بسرعة اخرج برا البيت. يبقى انام عشان تاني نسهر بالليل. العربية بتاعتي هي هناك، لازم بسرعة اروح نركبها. ها، السباق بدأ. يلا حكم باش نصفر. ثانية واحدة. هاي يلا جاهزين جو انطلق. هاي انا هنطلق بسرعة انا. هاي انت ليه ما انطلقتش؟ انا خبطت. ها انا ما انطلقتش عشان انا واثق من عربيتي. ايه ده؟ عربية بتقوم. يلا ولد سلام. ايه ده؟ لا انا لفيت السباق ده غلط. هاي يلا سلام انت. هاي لا وسع. انت خمام، انت بتخبطني. انا بعمل اللي انا عايزه. المفروض نمشي منين؟ نلف كده. هاي انت لسه تفكر تمشي منين؟ يلا سلام. اثبت مكانك. ايوه عشان دلوقتي اللي كان انا هكسب السباق. لا مش هتكسب السباق ده خيري. كسبت السباق. هاي لسه جاية بقى. لسه ما عدتش. هاي ما توقعش انك تكون فزت. وانا برضو توقعش انك تكسبني وتكسفني قدام الناس دي كلها. وانت اصلا لسه عيل صغير. انا لسه عيل صغير. ايوه لسه عيل صغير، ما كانش ينفع انك اصلا تعمل كده. هاي بلاش. وقف ثانية بس عشان دمك ما يتحرقش. علشان بصراحة انا شايف ان انا كسفتك كتير. انا تكسفني انا؟ انت هتتكسر. هاي خلاص اهدى. لا بقولك ايه، انا هكسرك. مش هتعرف تعملي انا اي حاجة. ومين قال كده؟ اللي يقول ان انا اعرف اعملك كل حاجة. خد. برضو انا اللي كسبت. سلام. اثبت مكانك بس عشان ما بلغش الشرطة هتيجي تاخدك. الشرطة دي تيجي تاخدني انا. استنى مكانك. وسع. ها قلتلك مش هوسع. طب يلا وسع بقى من العربية عشان اخبطك. مش هتخبط. يلا بيب بيب وسع عشان اخبطك. اشيلك والله بقى انت. وسع بقى من العربية. مش هوسع. خلاص انا عارف انا اعمل ايه. السلام عليكم. ايه ده؟ العربية فرطت مني. انا اسود، لو حد شافني هيموتني. يخرب بيتك يا عربية. لازم نجري بسرعة. شالوا الجسد. هتروح على البيت. بس بسرعة نركب العربية هنا في الجراج. كسبت السباق الكبير. وان شاء الله بقى عارف ان انا هكسب سباقات تانية كتير، وهغير البيت ده وهبقى غني، وانا عارف كده. وان شاء الله هبقى غني واساعد بابا ان هو يغير البيت. ولد. ايه بابا؟ ايوه بابا، انا شفتك ومبسوط بيك قوي، فخور.
يلا فين الهدية؟ الفلوس هتجيلي دلوقتي. ويا جماعة قبل ما الفلوس تجيلي انا عايزة اقول لكم ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في كل مرة امس عليكم فيها. ان شاء الله يا جماعة تكونوا بخير، وهشكركم على 800 اخ واخت، على 800 مشترك، على 800 واحد تاخد سبسكرايب. بجد ايه الوش ده؟ استنى يا جماعة اغير الوش تاني وارجع لكم. والله العظيم بجد يا جماعة انا بحبكم جدا، وهشكركم بجد على 800 مشترك. ملحقتش يا جماعة اشكركم في نفس الميعاد بالظبط. انا يا جماعة في نفس اليوم لقيت نفسي عندي 802 يا جماعة، متخيلين؟ ملحقتش اشكركم وانا عندي 800 بالظبط. انتوا بجد كيش فخم قوي. وكل مرة اصحابي جيش ملوك السعادة بيكبر، انتوا يا جماعة جيش. وعشان بمناسبة ان انا وصلت يا جماعة 800 مشترك، انا من هنا ورايح هخليكوا جيش ملوك السعادة. ويلا كل واحد يثبت لي ان هو ملك سعادة حقيقي ويكتب لي تحت في الكومنتات انا ملك سعادة. يلا اندمجنا مع الفيلم شوية. بابا الفلوس هتجيلي كمان شوية ان شاء الله يا ولد. طب بقولك ايه يا ولد، انا لسه راجع من الشغل، انا هروح انام عقبال ما الفلوس تجيلك. ماشي يا بابا هيروح ينام عقبال لما الفلوس تجيلي، وانا هفضل هنا مستني شنطة الفلوس تجيلي. هي حضرتك. نعم انا جبت لك الفلوس، وعايز اقول لك انك متسابق قوي جدا، وانت فزت ب 3 مليون جنيه. ايه 3 مليون جنيه بجد؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ بجد اتفضل شيلها. ممكن اصلا متعرفش تشيل الفلوس. لا عارف. يلا مع السلامة. سلام. يا رب بس الجايزة تكون عجبتك. طبعا عجبتني. لازم بسرعة اروح افرح بابايا، لازم. بابا اخرج. عايز يا ولد اوعى تقول الفلوس جت. هي يلا بسرعة انا نبقى اغنى ناس. تعال انا اصلا اخليك تشتري عربية يا حسن. ويلا خليكم مع المكان. نعم زي ما انتم شايفين يا جماعة، بقى عندي عربية احلامي، العربية اللي انا كان نفسي فيها، وبقيت عايش في قصر. وبابايا دلوقتي اصلا بقى بيشتغل في شركة كبيرة، هو اكيد لسه راجع من الشركة، هيرجع وهوريهولكوا وهوريكوا يا جماعة انا بقى عامل ازاي دلوقتي. وعارفين يا جماعة انا بقينا اغنياء قوي. هاي ولد، زي ما انتم شايفين يا جماعة تبع عنا. واطلع يا جماعة اوريكوا البيت بتاعنا دلوقتي بقى عامل ازاي. ندخل من الجراج اوريكوا يا جماعة بيتنا بقى عامل ازاي. ده يا جماعة بقى عنا بقى بيتنا، وبقينا عارفين من اغنى الناس في اللعبة، بقينا عارفين من اغنى الناس في المدينة بتاعت برج عفن يا جماعة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وهشكركم جدا على الدعم الكبير بتاعكم. وزي ما انتم شفتوا انا من بيت فقير وعندي عربية قديمة وبيت قديم لحد الغناوي ده، وده كان هدفنا. اجتهد عشان تحقق حلمك. ويلا سيدي شباب مع السلامة.